السلام عليكم يا تيتا. بقالي كتير يا تيتا ما شفتكيش، وكنت عايزة اسمع حكاية من حكاياتك، عشان انا بقالي كتير ما شفتكيش وانت عمالة بتقولي حكايات عن السكر وحكايات عن الدورة الشهرية وحكايات عن انقطاع الدورة. انا عايزة بقى حكاية من حكايات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف رسل الله. أيوة يا حبيبتي، هحكي لك النهاردة حكاية. الحكاية دي عن الصدقة اللي بتخلي صاحبها يبقى في سعادة وهنا، ده في الدنيا. غير إن الصدقة لما البني آدم بيموت بيقول يا ريتني أرجع عشان أتصدق تاني، ده معناها إن جزائها في الآخرة كبير قوي. إيه بقى اللي حصل؟ كان أيام حرب 67، كان بقى في القصر العيني في ناس طبعا مرضى، فالمرضى اللي ما كانتش حالتهم مستعجلة قوي فكان بيخرجوهم عشان يبقى في سراير للضحايا، في اللي هم الحرب، الجرحى اللي محتاجين عملية، الحاجات دي كلها. فالراجل ده خرج من ضمن الناس، هو كان عنده حصوة على الكلى وخرج من ضمن الناس لأن هي ما كانتش مأثرة عليه بشكل جامد، يعني كان برضو بيعمل حمام عادي، ما كانتش موقفة الحمام، كان يقدر يستنى يعني. فالراجل ده خرج، لما خرج لقى واحد راجل غلبان بيقول له والنبي اديني مما أعطاك الله. الراجل ده أصلا ما كانش في جيبه غير 5 صاغ بس، بمعنى آخر يعني شلن، وطبعا يا دوبه هيركب أتوبيس يروح بيه. يعني هو الشلن كان ليه يعني قيمة شوية، كان ممكن يركب بالأتوبيس بقرش ويروح بيته وهكذا يعني. فلما الراجل ده سأله قال له اعطيني مما أعطاك الله، فالأول قال له الله يسهل لك يا عم. قال له أنا مزنوق خالص، نفسي بس في حاجة بس آكل أنا وعيالي، اديني بس أرجوك، اديني أي حاجة أي حاجة. فالراجل حط إيده في جيبه وطلع الشلن اللي كان معاه واداهوله وقال خلاص أنا هروح ماشي. وربنا قدره وفعلا روح ماشي. الراجل ده لقى حاجة غريبة جدا لما روح البيت. طبعا هو شرب وكل وشرب في البيت وقعدوا وهكذا يعني، وطبعا ولاده فرحوا ان هم شافوه وان هو مثلا ما عملش عملية فكان تعبان او حاجة. المهم ان هم اتبسطوا قوي ان هم شافوه. الراجل ده دخل الحمام، بص لقى نفسه في زنقة جامدة قوي، وبعد كده بص لقى نفسه نزل منه الحصوة اللي كانت على الكلى، نزلت ببعض الألام شوية وفيها شوية دم شوية، ولكن بعد كده الدنيا بقت كويسة جدا. الراجل ده بقى بيقول إيه؟ بيقول أنا بالشلن ده لغاية النهاردة أنا بنزل حصوات، جسمي قابل إنه يكون حصوات مع أقل كمية ملح باكلها، ومع ذلك كلها بتنزل وبشوفها بعناية، والحمد لله أنا كويس ومبسوط وكويس ومفيش أي حاجة وصحيا كويس. شوفي بقى يا حبيبتي الصدقة عملت إيه؟ الصدقة بتطفي نار أي شيء، نار المرض، نار الحقد، نار الحسد. الصدقة جميلة جدا. ربنا يجعلنا من المتصدقين، ويجعلنا من الناس اللي تعطي، ومن جعلنا من اليد العليا. اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. اليد العليا هي اللي بتمد إيد المساعدة للي قدامك، فيا ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويعطيك أكتر وأكتر عشان تدي أكتر وأكتر. دي حبيبتي حكاية النهاردة اللي أنا كنت عايزة أقولها لك عن الصدقة. لكن في نفس الوقت في حكاية تانية بتقولك إيه الفرق بين ده وبين اللي يعمل عكس ده. كان في واحد راجل وكان حالته ميسورة، يعني مستور، عنده اللي يكفيه، مش هقولك غني قوي لكن عنده اللي يكفيه وزيادة، يعني بيحوش بعض الشيء عنده ما يكفيه ويكفي أولاده إذا كان واحد هيتجوز أو أيا كان. يعني الراجل ده كان بخيل جدا لدرجة لو جاله ضيف كان يستخسر حتى يقدم له كوباية الشاي. الراجل ده سبحان الله حتى لما كان ابن من عياله يعيا كان يجيب له برتقاناية في جيبه، يجيب له حاجة كده ويقول له خلاص هو ده كله وخلاص. هو ما فيش حاجة اسمها علاج، العلاج ده بيأذي الجسم، انت لما تاخد علاج تتعب، لكن لما تريح وتاكل لك برتقاناية. وكان يجيب بالبرتقاناية يقول للراجل وزن لي دي وشوفها كام وانا هدفع حقها. تخيلي بقى يا حبيبتي الراجل ده لما جه يموت أولاده عملوا إيه؟ أولاده كان هو ما بيجيب لهمش تلاجة ولا يجيب لهمش حاجات ديت، هو يدوب البوتاجاز وإن كان الخلاط وبس، وتلفزيون، ومش شاشة كمان، كان يجيب لهم تلفزيون قديم مش مشكلة هم بيشوفوا خلاص. الراجل ده يوم ما مات أولاده اشتروا التلاجة واشتروا كل حاجة وخلوا الناس هم اللي بيغسلوا في أبوهم وبيكفنوه وبيقولوا عليه قرآن وكل حاجة من كتر بخله. الراجل ده كان ما بيدهمش أي حاجة، يقول للعيل امشي روح المدرسة مشي، امشي خد لك هو نص الرغيف ياخدوا، يعني عيلينه الاتنين
ده ياخد نص رغيف وده ياخد نص رغيف، ومامتهم تحط فيه أي حاجة. وكانت مامتهم تاخد مصروف البيت كله طول اليوم شيلن وهو قادر. فسبحان الله دي كانت آخرته، إن حتى ولاده ما كانش عندهم الوقت الكافي إنهم يحضروا غسله ولا يحضروا الكفن بتاعه. طبعا هم حضروا الدفن طبعا، ولكن كان في الوقت اللي هو بيتغسل ويتكفن فيه كانوا بيشتروا التلاجة، لأن حاجات هم محرومين منها. لقيوا على جسمه إيه؟ في على جسمه حزام مليان فلوس، كان ماشي بيها رايح جاي بيها، ومع ذلك كان بيستخسر. شفتي بقى يا حبيبتي الفرق بين الراجل اللي ادى واحد راجل ما يعرفهوش من اللي بيستخسر في أولاده؟ ايه الفرق بين ده وده؟ ده واحد ربنا أكرمه ولغاية دلوقتي الحمد لله صحته كويسة ومحتاجش لدكاترة، والتاني أولاده موقفوش حتى لا في غسله عشان يقولوا الله يرحمه ولا في كفنه. وطبعا لما بيجيبوا سيرته بيفتكروا البخل والقحط اللي كانوا عايشين فيه، لكن ما بيقولوش الله يرحمه. شفت الفرق بين الاتنين يا حبيبتي؟ ربنا يجعلنا من المتصدقين ومن الناس المعطين للخير. ماشي حبيبتي، سلام بقى. يا رب أكون قدرت أوصل لك معلومة تكوني مبسوطة بيها. مع السلامة يا حبيبتي.